حبايب قلب عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده يعني اكتر من بنوته طلبته مني، وهي ان انا استخدم الباليت بتاعه لارين، فالنهارده هنجربها مع بعض. وعندي مفاجاه ليكم بخصوص الباليت هتشوفوها في الفيديو. فلو حابين بقى تعرفوا تفاصيل الباليت دي ورأيي فيها يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك الفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نبدا الفيديو. انا خلاص رسمت حواجبي واستخدمت جل الحواجب ده من كيكو، ده رقمه 5. بعد كده هستخدم البرايمر ده من كاتريس اللي هو جود باي بورز. البرايمر ده ممتاز ممتاز للمسام، واحنا خلاص بقى دخلنا في الصيف بقى، وانا في الحر مسامي بتوسع فربنا يستر. هحط كده على الاماكن اللي فيها مسام عندي، وهبتدي بقى ادخله كده املى بيه المسام. والفاونديشن هستخدم الفاونديشن ده من توب فيس، ده درجته رقم 7، وهوزعه كده بالفرشة الكابوكي. بعد كده اعيد بقى عليه بالبيوتي بلندر. ومشيت على الوش كله بالبيوتي بلندر عشان اشيل اي زيادة بقى موجودة من الفاونديشن معي. هاخد بعد كده الكونتور الكريمي ده من بنفيت، ده درجته 5. هو ده اصلا كونسيلر بس الدرجة بتاعته غامقة قوي زي ما انتم شايفين كده. وبالسبونج وهدمجه. وهاخد الكونسيلر ده من ارت سكين، ده درجته 130. بصوا حلاوة الكونسيلر، الكفر بتاعه حلو قوي. هاخد بعد كده الفيكس سبراي ده من بريتي وومن، وهدمج كل البشرة كده مع بعض. نستخدم الباودر دي لتثبيت الوش كله. وهعمل كونتور للوش كله من الكونتور الباودر ده من كيكو، وهعيد بقى على كل الكونتور الكريم اللي انا عملته. وبعد كده هستخدم بقى البلاشر من NYX، ده درجته 2. هستخدم دلوقتي الباليت دي من لارين، وده كده شكل الدرجات بتاعتها. اول حاجة هاخد فرشة دمج تكون واسعة، وهاخد لون انتقالي، هاخد الدرجة دي. بصوا هو دفى الجفن شوية، لكن دي تالت مرة اهو بحط من اللون، وبرضو اللون مش قوي مع ان اللون المفروض ان هو واضح شوية، بس ماشي. ومن نفس اللون وهحطه كده تحت العين. بصوا انا هصبر عليها، مش هقول رأيي دلوقتي، بس هنتقل شويه. هي الفكره بس ان انا مش عارفه اعمل درجات ايه، يعني هي فيها درجات على موف كده غامق ودرجات على بني. خلينا نجرب الموف، الدرجات الموفات اللي فيها. هصغر فرشه الدمج شويه وهاخد اللون ده كده، وهبتدي اطبطبه في اخر العين. اين اللون؟ انا لا اراه. مش يا لارين، انا كان قلبي حاسس والله العظيم، ما كنتش متهدها من فراغ.
ماشي. هدخل كده باللون على جوه شويه، اللون اللي هو اصلا مش موجود. هرجع لفرشة الدمج وباللون الانتقالي وادمج بس الطرف كده. وبالفرشة الصغيرة وهاخد الدرجة دي كده، يمكن يكون في دي الامل يعني، وهبتدي برضو احطها في اخر العين. مفيش حاجة بتتحط، يا الله. امال عمالين لارين لارين لارين، هاتوا لارين، حطوا لارين، جيبوا لارين. لارين مش شغالة معايا ليه؟ ماشي. هرجع لفرشة الدمج الاولى وندمج كده كله مع بعضه. بعد كده هاخد بقى اللون ده، هجرب احطه الاول بايدي، ولو منفعش ابقى احط له بقى ايه بيس تحتيه، واحطه هنا في اول العين. بصوا هو الشمر موجود كلون موجود، بس بيقطع جامد يعني. المفروض بتحطيه كلون شمر، بنبتدي بقى نوزعه، بيفرش على الجفن كله او بيفرش في الجزء اللي انتي بتحطيه. لا هو بيتحط خلاص. مش حلوة خالص البالت يا ناس، يا ناس. ده انتوا لو تعرفوا جالي كمية كومنتات على ان انا اجرب البالت بتاعة لارين. هي في من لارين دي باليتات كتير قوي، بس لو كلهم بالمنظر ده اوكي. هاخد بعد كده فرشة صغيرة وهاخد الدرجة دي مع الدرجة دي كده، وهحطهم في اول العين، لعل وعسى يظبطوا الدنيا شوية. طيب يا شباب، هرجع بقى لفرشة الدمج الاولى كده وننضف بقى كل اللي احنا عملناه. كان نفسي اعمل حاجة والله، يعني كان نفسي البالت دي تقول حاجة معايا، كان نفسي. انا رحت حطيت رموش تقيله، وانا كنت متعمده ان انا احط رموش تقيله بحيث انها تداري اصلا الاي شادو اللي احنا ما حطيناهوش يعني. بصراحه مش حلوه خالص. هاخد بعد كده الكحل البيج ده من رمال، وهبتدي بقى انضف حوالين الكونتور عندي واخر العين هنا. بعد كده باخد فرشة بودر وبشيل على طول البودر، ما بسيبهاش وقت طويل، انا بس عايزاها تنضف مش تكلبش على البشرة. حددت شفايفي بالليب لاينر ده من MN درجته 4. بعد كده هستخدم الجلوس ده من مايت سينما، ده درجته 206. وهستخدم بعد كده الهايلايتر ده من كاتريس درجته 20 جولد. كده احنا خلصنا الميك اب. خليني بقى اقول لكم رايي في الباليت دي بتاعه لارين. الباليت وحشه جدا، خساره فيها الفلوس. انا مش فاكره قلت لكم في اول فيديو ولا لا، سعرها كان 150 جنيه وبتتباع اكتر اغلى كمان من كده، لان انا جايباها المفروض من عند تونتون، فسعرها المفروض ارخص. فبصراحه خساره فيها الفلوس. انا دي اللي انا جربتها، معرفش الباليتات لان لارين منزله باليتات كتير قوي، فانا مش عارفه كلهم بنفس البيجمنت ولا لا. بس بصراحه الباليت دي سيئه جدا 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 جدا، خساره فيها الفلوس. عايزه اقول لكم ان الباليت دي
تقريبا تعتبر نفس سعر الباليت دي من مايت سينما اللي هي ال40 لون حبيبتي. تمام. الباليت دي جباره، بصوا الدرجات بتاعتها، البيجمنت بتاع كل لون فيها حلو، فيها الوان جليتر ممتازه، الالوان الشمر اللي في الباليت دي ممتازه. فبصراحه دي نفس السعر دي، هاتوا دي وش، دي وحشه قوي قوي. تمام. فهاتوا دي وش. وكمان الباليتات بتاعت بريتي وومن ارخص منها كمان، وباليتات بريتي وومن البيجمنت بتاعتها ممتازه قوي. فبصراحه ما عجبنيش ابدا باليت لارين، حتى للاستخدام الشخصي متعبه. يعني مش هقول لكم مثلا ان انتوا لو مش هتشتغلوا بيها هاتوها، لا، حتى الاستخدام الشخصي متعبه، بتاخدوا من اللون 3-4 مرات عشان يبان بس على العين. حتى الالوان الغامقه اللي فيها استخدمنا اغمق درجتين زي ما انتوا شفتوا ما بيبانوش. تمام. استخدمنا الدرجه دي والدرجه دي تقريبا، اغمق لونين في الباليت وما بانوش. فبصراحه الباليت دي ما عجبتنيش خالص. بس كده يا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد. باي.